دايما الواحد اول ما بيتوب بيتفاجئ بمصطلحات جديده مش فاهمها وما يعرفش حاجه عنها. فتخيل كده انت مجرد اول ما تتوب تبدا بقى تلاقي قدامك اشعريه، سلفيه، مداخله، خوارج ومدريديه وبرشلونيه. مؤاخذه اسف مش حلو، انا ما اعرفش ايه مدريديه دي اصلا. فبتلاقي بعد كل الجامعات دي اللي هو ايوه يعني مين الصح؟ اعمل ايه بقى؟ تلاقي صوت خافت كده بيقول لك اعمل الصح. ايوه يعني اعمل ايه؟ مبدئيا الحق سهل جدا وواضح زي الشمس، ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم. اوجد نيه الخير وربنا هيوصلك ليه. النيه دي بس تبقى موجوده وبتوصل للحق بمنتهى السهوله. فانا هقول لك بقى الحل يا معلم. الحل في حديث النبي عليه الصلاه والسلام: انه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. بس كده عليك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ازاي بقى تطبيق عملي؟ يعني مثلا في شيخ كان بيقول لك لو واحدة جت تسلم عليك او واحد جه يسلم على واحدة مثلا، سلمي عليه ما تكسفيهوش. ايوه يعني حرام ولا لا؟ تكسفهاش وبقى اتوضى بعدها ودي من الصغائر وبتاع. يا راجل لو النبي عليه الصلاة والسلام قال اني لا اصفح النساء، هو النبي برضو كان اولى عشان ما يكسفش الصحابيات والناس اللي لسه داخله الاسلام ما كانش بيسلم عليهم. ودي ناس لسه داخله الاسلام مش ناس في الاسلام اصلا. هذه المصيبه بقى، يعني ده ناس لسه اصلا ما تعرفش حاجه عن الاسلام بداوا يخشوا الاسلام. النبي ما كانش بيسلم عليهم. احنا بقى دول احنا مسلمين مع بعض ومش عايزين نكسف بعض. تكسفني ما تكسفنيش يا عم، حط ايدك على شكرا جدا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بتاع كده عادي. بصفه عامه اديك عرفت اهو. مثلا في لقيت مثلا شيخ او حد كده كده، حتى لو شيخ كويس كل حاجه عادي ممكن يكون في غلطه هو مش مقصوده، فبالتالي انت مش بتاخد من حد كل حاجه، انت بتدور على الحق هو فين وبتروح. لان الحق ما بيعرفش بالاشخاص والاشخاص اللي بتعرف بالحق. فالحق حاجه محايده عن الاشخاص نفسهم. فلو دوت 100% كويس وجي في مره الحته دي ما ظبطتش واللي انت شفت الدليل خلاص لا يبقى ده غلط في النقطه دي، ولقيته غلط في نقط كتير، لا خلاص ما تتابعوش احسن. فدي الفكره، انت بتحاول تفلتر. على فكره ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم، عادي ممكن تمشي في طريقك وتبدا تتوب وتتغير وتيجي بعد فتره مثلا كان فيهم كام مساله مثلا انت اتعلمتها اكتشفت انها غلط عادي. احنا اصلا من واحنا صغيرين اتعلمنا حاجات كتير غلط دلوقتي عرفنا انها غلط. يعني في مثلا الحديث اللي هو مشهور قوي من واحنا صغيرين ان في يهودي كان بيفضل يرمي عند النبي زباله، فلما جه في مره ما اترمتش الزباله عنده فراح يشوف اليهودي مش عارف ماله ما رميش الزباله عنده ليه، حرام يعني. الحديث ده مش موجود اصلا. ازاي اصلا حاجه زي كده تحصل؟ وبالتالي هتلاقي في امور في الدين بتعارض حاجات كتير جدا. لو انت بقى تبدا تتعلم وتقرا قران وتيجي في وردك ده لا صح ما ينفعش. ايه ده في شيخ قال ان انا اسلم على واحده عادي، ايه ده بس ده طلع ما ينفعش. ليه؟ لان يطعن براس احدكم بمخيط من حديد خير من ان يمس امراه لا تحل له. ممكن مثلا تلاقي شيخ بيقول لك الموسيقى فيها كلام، فانت تفتكر حديث النبي عليه الصلاه والسلام: لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحيره والحرير والخمره والمعازف. المعازف دي ايه يا فندم؟ وفعلا دي من نبوه النبي ان دي من علامات الساعه. هيجي قوم يحللوا الحر اللي هو الزنا، اللي هو ما اسموش زنا، اسمه عط ولط ورز وبط. دلوقتي ايزي ميزي ما اسموش زنا. لا مش زنا يا راجل. والحرير ده للرجاله، ان الرجاله ما بتلبس حرير يعني. لكنا من امتي يكون استحلال الحر والحرير. والخمر الخمر ما اسمهاش خمره بقى، اسمها اي دي 5%، دي فوتيكا 10% بس. احنا نروح نشرب ميه في راس السنه تيجي وانت فاهمني كويس. وطبعا المعازف زي ما احنا عارفين هي الموسيقى. وبالنسبه في حوار الموسيقى ده بالذات انا اصلا شغال في مجال المونتاج. اصلا الموسيقى دي عامله لي معضله كبيره جدا. الموسيقى عامل اساسي جدا في الشغل ده، والحمد لله حتى الان ما استعملش موسيقى. انا بستعمل بدايل بس عادي والدنيا تمام وماشيه. فتلاقي حد يقول لك انتوا بتحرموا الفن. اعمل اللي انت عايزه يا عم، انتوا بتحرموا الفن. على فكره في الدين ناس بتقول سمعنا واطعنا، وفي ناس بتقول سمعنا وشمعنا، وفي ناس بتقول سمعنا وعصينا. اختار انت حابب تكون مع مين. قلت لي انا عرفت كده الصح ازاي. فالصح بسيط. هو الصح ده عباره عن ايه؟ خبره. الخبره دي تيجي عن طريق ايه؟ في شغلك مثلا واحد عايز يشتغل في الملابس، هتعرف تفرق بين التيشيرت ده والتيشيرت ده ازاي؟ في ممكن واحد يشوف التيشيرت ب 100 جنيه وادي التيشيرت ب 1000 جنيه. ايه الفرق انت هتعرفه لما تعرف الفرق بين خامه الليكرا والقطن والبوليستر وهكذا. ما عنديش علم كبير بالملابس، بس هو بصفه عامه اللي يخش كده من بره يعرف ده كويس ودوت وحش. عرفها ازاي؟ بالخبره والشغل في المجال دوت. بعد فتره كده لا بقى من يبص بص كده على التيشيرت ده نضيف، التيشيرت ده نص. ايه اللي خلاه يعرف كده؟ بالعكس ده في ناس حتى ممكن تلاقيه ما عندوش علم كبير في الحوار وتلاقيه مثلا عارف ان التيشيرت ده كويس والتيشيرت ده مش كويس. فبالتالي مع العلم البسيط جدا تقدر تفرق بين الحق والباطل. لكن انت ما يبقاش عندك علم خالص، ما تعرفش اي حاجه، تيجي في الاخر تقول هو الحق فين؟ هو الحق بيتعرف بالعلم. فمن الاخر القرآن والسنه فيهم اجوبه لتساؤلات كتير، بس احنا بنعيش حياتنا في السؤال ناسين مكان الاجابه.